مية مسا على الناس الحلوة. عايزين نتكلم النهاردة عن موضوع مختلف شوية. عايزين نتكلم عن المدارس في أمريكا. هي المدارس في أمريكا حلوة ولا وحشة؟ هتلاقي كلام كتير عن الموضوع دوت. بشكل عام المدارس هنا أنواع كتيرة، في منها الخاصة وفي منها الحكومية، في منها ال- اللي هي مثلا المدارس الدينية، في مدارس متخصصة، في حاجات مختلفة يعني. بس خلينا نتكلم الأول عن المدارس الحكومية. هل هي كويسة ولا لا؟ الحقيقة في اختلاف كبير جدا في الموضوع دوت. هتلاقي مدارس في بعض المناطق ممتازة، مناطق تانية لا. طب ليه؟ الحقيقة ان الموضوع بيرجع لعوامل كتيرة، منها الكثافة السكانية، منها الضرائب اللي متاخدة في المنطقة، منها الوضع العام بتاع المنطقة. هل الأمان بتاعها عالي؟ هل فيها جرائم عالية؟ هل فيها مشاكل كتيرة ولا لا؟ وهكذا يعني. بشكل عام المدارس هنا ممتازة، وممتازة دي كلمة قليلة، يعني ممتازة كلمة قليلة. هتلاقي ناس كتيرة هنا جت عيالهم في مراحل عمرية مختلفة، وبكل سهولة اندمجوا في المدارس وتعلموا وتعلموا لغة، والمدرسة عملت لهم كل حاجة عشان يبقوا كويسين. وهتلاقي في أطفال كتير جت كان مستواها مثلا عندها مشاكل في الدراسة في مصر أو في الدول العربية أو كده، عندها مشاكل في الاستيعاب، عندها مشاكل في حاجات كتيرة، ولما جم هنا حصل فرق كبير وحصلت طفرة كبيرة. هتلاقي بيوت كتيرة بتتكلم على القصة دي. أكيد مش كل الناس، أكيد في أطفال أحيانا ممكن بتكون بتعاني، ده طبيعي يعني. لكن بشكل عام هتلاقي في فرق كبير. هم هنا عارفين بيعلموا العيال ازاي، ده حقيقي. المدارس هنا اكتر من رائعة. المدارس هنا بتدي الاطفال حاجات كتيرة مفيدة جدا ليهم، مع بعض المشاكل احيانا في بعض المناطق وبعض الحاجات، زي مواضيع مثلا التحول الجنسي وكده في بعض الاماكن، خصوصا زي حتى زي كاليفورنيا. في بعض المدارس فيها مشاكل، وترامب طبعا من اهم الحاجات اللي هو هيركز عليها انه هيمنع الكلام دوت، وده شيء كويس. بس بشكل عام الكلام ده مش منتشر، والكلام دوت مش في كل حتة، والمدارس اكتر من رائعة يعني. هتفرق القصة على حسب المنطقة اللي انت عايش فيها او المنطقة اللي فيها المدرسة، مش اللي انت عايش فيها. في مناطق المدارس بتاعها مستواها اعلى، هتلاقي ممكن احيانا يعني المناطق اللي فيها عدد سكان مش عالي احيانا بتبقى احسن فيها مدارس، احسن احيانا لا. لو المنطقه ديت الضرايب العقاريه بتاعتها عاليه، في الغالب هتلاقي المدارس بتاعتها كويسه قوي. لو الضرايب بتاعتها قليله، فده دليل ان الدعم اللي رايح المدرسه مش كبير، فمستوى الدراسه ممكن ما يكونش بنفس المستوى بتاع مدرسه تانية. مش معنى كده ان المدارس ديت بايظه او فلتانه، لكن مش نفس القصه. لكن هذا لا يمنع ان هتلاقي في مدرسين كويسين في كل حته. في بعض المناطق اللي فيها مشاكل طلعت ناس عباقرة وممتازين في مجالات كتيرة يعني، احنا نعرفهم شخصيا يعني. فده مش كل حاجة. وزي ما في مثلا في مصر او في الدول العربية هتلاقي في مناطق فيها مدارس كويسة، تلاقي في مدارس مميزة، مدارس معروفة ان هي ممتازة وكده، مدارس تانية الدراسة فيها اقل او كده. هتلاقي هنا برضو نفس القصة. بس انت ما تخافش على العيل هنا في الدراسة. انت مش محتاج تديله دروس وتديله حاجات وتقعد بقى تلف وتدور حواليه. الموضوع اسهل بكتير. انت المهم تهتم باخلاقه وتربيته وكده، لكن الدراسة بتاعته هم بيعلموه بشكل كويس. وانت مش محتاج تدخله مدارس اسلامية قوي او مدارس مسيحية او مدارس حسب الدين انت يعني بتعتقده او اللي انت عايزه. قد ما انت ممكن يعني ايه تدخله مدرسة حكومية عادية،
مش هتدفع حاجه، وكل القصه ان هو تديله مثلا في الويك اند، تديله شويه دروس اونلاين، او توديه الجامع، او توديه الكنيسه، او توديه الحاجات دي، يدرس الحاجات اللي انت عايزه يدرسها كمان. فالموضوع ابسط من كده. المشكله هتبقى مش عندهم في تعليم اللغه الانجليزيه. المشكله ان انت ازاي تخليهم يستمروا في تحدث اللغه العربيه. هي دي اللي هتبقى المشكله الكبيره، ودي اغلب اكتر مشكله هتلاقيها بيعاني منها بيوت كتيره هنا من العرب يعني. لان هو العيال بعد فتره الموضوع بيقلب انجليزي بشكل كامل. مهم ان انت تتواصل معاهم. انا بتواصل مع عيالي احيانا بالانجليزي واحيانا بالعربي عشان اقدر افهم اللي في دماغهم، عشان لو في حاجه مش عارفين يعبروا عليها بالعربي اقدر افهم ايه الدنيا، عشان ما يبقاش عندهم مشكله انا مش عارفها. لكن عادي يعني. طب هل المدارس الخاصه زي المدارس اللي هي الاسلاميه او المسيحيه او غيرها هي افضل؟ في بعض المناطق ممكن تكون افضل، بس مش دايما هم دراستهم اقوى. احيانا بتبقى المواد الدراسيه عندهم بتبقى اضعف. محتاج ان انت تدور، محتاج تشوف الريتنج دايما بتاع المدرسه اللي انت هتروح عليها، او ابنك هيروحها او بنتك هتروحها، وتشوف التفاصيل بتاعتها يعني. هم هنا بيندمجوا في المجتمع بشكل كبير، فبيقدروا ينجحوا نجاح اكتر بكتير دايما من الجيل الاولاني من المهاجرين. دايما الجيل الثاني من المهاجرين والثالث بيكونوا اكثر حظا يعني ونصيبا في البلد من الجيل الاولاني. طيب هل التقديم على المدارس دي صعب؟ هل هو مكلف؟ هل ليه شروط؟ الحقيقه ان التقديم على المدارس ديت انت عندك في كذا حاجه. في حاجه اسمها بري سكول للعيال اللي عندهم 4 سنين. ديت في بعض الاماكن مجانيه، بعض الاماكن لا. كويس. يعني في بعض الولايات وبعض الاماكن في بعض الولايات هي مجانيه وبعضها لا. يعني انت عندك مثلا مدينه نيويورك فيها مجانيه، بس مش في كل حته مجانيه. ديت زي كي جي 1 عندنا. وبعد كده عندك كيندر جاردن او كي جي. كيندر جاردن من اول كيندر جاردن لغايه اخر سنه في هاي سكول، في اخر سنه في ثانويه عامه، فدي مجانيه والزاميه على الجميع. غير كده فهو مش مجاني. يعني انت تدخل مثلا مدارس خاصه، مش طبعا ده هتدفع فلوس. هتخش جامعه، يخش حاجات زي كده في فلوس. في عندك حاجات تانية فيها بتدعم في المصاريف وبتدعم في الحاجات ديت، بس يعني ده قصه مختلفه يعني. فهو انت التقديم بقى في الحاجات دي هتلاقيه سهل جدا وميسر جدا، والناس متفاهمه جدا، وهتحاول ان هي تعمل كل حاجه تخلي الموضوع اسهل على طفلك. هيحاولوا يقربوا كل حاجه منه. لو عنده مشكله في اللغه هيعملوها له، لو عنده مشكله في مواد معينه هتلاقيهم بيتواصلوا معاك فيها، وهكذا. انا حقيقي يعني من اعظم الحاجات اللي موجوده في البلد ديت اللي ممكن تقدمها لعيالك هي الدراسه هنا. ده كلام يعني حقيقي جدا. الدراسة هنا بتطلع عيال يعني فاهمة ومدركة وعارفة بتتكلم في ايه وبتناقش في ايه، ولما تتكلم في مواضيع هتلاقيهم مدركين بشكل كبير عكس ما انت ممكن متخيل. يعني لو اتناقشت معاهم في مواضيع تانية بشكل عام في الحياة هتلاقيهم فاهمين. ودي قصة مهمة. طبعا الانترنت وحاجات تانية بتعلمهم، لكن الموضوع ده بيقربهم جدا بشكل كبير يعني للحياة، وبيعدهم للحياة العملية بشكل كبير، ويدرسوهم حاجات كتيرة. حتى لو انت عايز تعلمهم موسيقى هتلاقيها، لو عايز يتعلموا رياضة هتلاقي في رياضات مختلفة، وهكذا. وبالتوفيق للجميع. انا ما كنتش طولت عليك. حياتي.